عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى فيديو كله بقى هدايا وحاجات حلوة خالص. انا اهل زوجي يعني جم عندنا النهارده، جم عشان يعيدوا علينا. جايبين لي بقى معاهم حاجات جميلة قوي، بجد فرحتني قوي. مجرد اصلا وجودهم بيفرحني وبيحسسني كده بالامان وبريحة زمان. انا من الناس اللي بحب العلاقات، يعني بحب الود وبحب صلة الرحم. بجد انا بشكرهم النهارده في الفيديو قوي، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ما يتحرمش منكم ابدا. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الهدايا الجميله اللي هم جابوها لي. انا بقى قلت اما اعمل بقى شويه حاجات كده بسيطه اطلعها بقى عشان لما يجوا اقدمها لهم. طلعت بقى شويه ترمس وشويه سوداني، وعملت بقى اللي هي شايلت الكحك ديت، حطيت بقى فيها الشوكولاته بقى والبيتفور والكحك اللي هو بالسكر. جبت شويه حاجه ساقعه كده خفيفه. ايه رايكم بقى في شايلة الكحك كده البوتفور دوت؟ انا ما عملتش كحك السنه دي، انا زوجي يعني ربنا يدي الصحه قال لي لا انت كفايه عليكي كده تعب الشهر كله، انا هجيب لك انا بقى الشوكولاتات والبوتفور والكحك دوت جاهز. طب ليه؟ قال لي لا انا عشان انت خلاص كده انت هتضيعي مننا، انت طول الشهر ما بتقعديش، لا كفايه عليكي كده. قلت له خلاص ماشي. طلعت بقى شويه سوداني وشويه زي ما انتم شايفين بقى حلبه والحاجات دي. دي اول هديه جات لي من ام مالك وابو مالك، ربنا يديهم الصحه وما تحرمش منهم ابدا. هم اصلا الناس كلهم ذوق، يعني والله مش موضوع هدايا، هم ناس كلهم ذوق في المعامله، سبحان الله في كل حاجه. انا بحب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يبارك في مالك. انا قلت لهم اكتر حاجه مفرحاني العلبه دي جميله، والشوكولاته كان طعمها تحفه. تسلم ايديهم بجد. شايفين الجمال عامل ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين، ما تحرمش منكم ابدا. انا يا جماعه من الناس اللي بحب الشوكولاته جدا جدا، يعني بس تقولي ايه اللي بيغير مودك وايه اللي بيبسطك؟ الشوكولاته. كمان دي شوكولاته بقى، مش اي شوكولاته، ده من ايد ام مالك وابو مالك، طعمها كان تحفه. تسلموا لي يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. ودي المليكه بقى، اللعبه ديت الحاج ابراهيم جايبها المليكه دي، زي مصاصه كده بس كبيره بقى، بس مليانه بقى جوه من جوه حلويات. مليكه فرحت بيها قوي، كانت مبسوطه بيها قوي. دي شنطه بقى الغالي الحاج ابراهيم، هو عارف اللي احنا بنحب التسالي قوي وبالمكان ده بالذات. جاب لنا بقى الحاجات ديت. بحب والله اقول له كل سنه وانت طيب، ما تحرمش منك ابدا، ربنا يبارك في احمد يا رب. والغالي بيجيب الغالي يعني. وبجد والله العظيم وجودكم النهارده كان فرحني وبسطني قوي. ربنا يا رب يدوم الود ويدوم المحبه ما بينا. ده كاجو يا جماعه هو عارف اللي احنا بنحب المكسرات قوي ديت، فهو اتوصى بينا كمان، يعني ما جابهاش بس، لا ده جابها وتوصى بينا كمان. انا كل ما احط ايدي في الكيس اطلع، طب كفايه الكيس كان مليان على اخره ده قهوه بقى بن. يعني انا لو رح اشتري لنفسي والله ما اشتري الحاجات الحلوه دي كلها. دي مقرمشات بقى، وهم عارفين الملكه بتحبها. عشان قلت لكم الكيس كان مليان ما شاء الله. ده سوداني برضو، وده لب. بصوا هم روقوا علينا النهارده، تسالي وشوكولاتات ولعب لمليكه. بجد ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. انا حابه اقول لكم في الفيديو دوت ان مش كل اهل الزوج بيبقوا بقى وحشين وبيحبوا يجيبوا المشاكل لاهل، يعني لاهلنا يعني
للستات يعني وكده. لا والله العظيم في ناس محترمة جدا، والناس الحمد لله ربنا كتب لنا نصيب معاهم، ناس محترمة ومشوفتش منهم الا كل ادب وكل احترام وكل صلة رحم. يعني بجد ماما ده عيالي بقى في النقطة دي، الله يرحمه. الهدايا كده خلصت؟ لا لسه في لسه بقى يا جماعة اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا الجرس عشان ننزل لكم بقى اليوميات بتاعتنا من طبيخ ومن هدايا من خروجات، الروتين اليومي بتاعنا بقى. دي هدية بقى عمته رشا. بصوا يا جماعة هي عندها اصلا محل في طنطا فيه بقى كل لوازم الاكسسوارات والخامات بتاعة الهاند ميد وكده. انا هبقى اسيب لكم الرابط بتاع المحل في تعليق كده مثبت في الفيديو. ده بقى دي هدية ليا انا بقى. بصوا دي سلسلة بقى كده بحلق بأنسيال كده، بجد فرحتني وعجبتني قوي. ومليكة بقى العروسة ديت، بص هقول لكم نايماها جنبها وهي نايمة بالليل على السرير. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلمولي، ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يا رب يدخل علينا الفرح على طول. كل سنة وانتم طيبين. استناكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.